الليلة الليلة جينا وبطولة الدوري إن شاء الله لينا، لا أهلي ولا أسيوطي، نادي الزمالك هو نادينا، نادي الزمالك هو نادينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة هنتكلم فيها النهاردة بعنوان غريب شويه. هنبعد شويه عن الكلام في الكوره، لان النهارده مش هكلمك في الكوره بس. العنوان بيقول ازاي الزمالك يقدر يكسب بطوله الدوري المصري للموسم الحالي، واحده من اصعب بطولات الدوري منذ تاسيس البطوله. يعني من ساعه ما بطوله الدوري دي اتعملت في الكوره المصريه، الموسم الحالي ده يكاد يكون هو الاصعب عامه من حيث المنافسه ومن حيث الاجواء بتاعته ومن حيث السيستم بتاع البطوله، بسبب قوه المنافسين في البطوله، وبسبب ان البطوله دي كل اللي بينافسوا عليها طمعانين فيها، وانا اولهم. انا قلت لك امبارح بعد فوز نادي الزمالك على بيراميدز وتحقيق الزمالك لثلاث نقاط مهمه جدا جدا في المنافسه على بطوله الدوري، انك بتاخد 3 نقط من المنافس المباشر بتاعك، ان انا واحد من الناس انا طمعان في بطوله الدوري. وزي ما قلت لك الدوري ده هيكون دوري اعجازي ودوري استثنائي لو قدر يحققوا لعيبه نادي الزمالك الموسم ده، وهيحفروا اسمهم بالذهب في تاريخ نادي الزمالك، وهيكون من اقوى الاجيال اللي جم في تاريخ نادي الزمالك، لانهم هيحققوا بطوله صعبه ما كانش حد متوقع ان هم اصلا هينافسوا عليها. جاي النهارده في كلام كتير بعيدا عن الكوره وبعيدا عن ازاي تكسب الدوري في الملعب. جاي اكلمك على بعض الحاجات اللي تكسبك دوري، لان الدوري مش هتكسبه في الملعب بس. الدوري ده عشان تكسبه لازم تكسبه في حاجات تانية كتير وفي عوامل تانية كتير بعيدا عن الكورة، يعني بعيدا عن التفاصيل الفنية اللي هي مهمة جدا. الدوري ده محتاج بعض التفاصيل اللي انت تعرف تتعامل معاها كمشجع قبل كلاعب وكمنظومة وكمدير فني وكمجلس إدارة وكإعلام، عشان تقدر تفوز ببطولة الدوري. قبل ما نخش في اي حاجة، ازيك؟ عامل ايه؟ وحشني اقسم بالله. شكرا على دعمك المبالغ فيه الفترة الأخيرة، شكرا لكل الناس اللي بتتابع فيديوهاتي هنا على اليوتيوب. ما كنتش متخيل ان انا في بداية مشواري هلاقي الدعم ده من اخواتي، فشكرا ليك يا ابني، والله العظيم ما عارف اقول لك ايه. وكل اللي طالبه منك بس انك تستمر معايا عشان افضل انا مستمر في مشواري على اليوتيوب واقدم لك الحاجة اللي انت عايز تشوفها مني. فبشكرك تاني وتالت ورابع، وهفضل كل فيديو اشكرك. اي حد بيسيب لي كومنت على فيديو، اي حد بيعمل لايك، الناس اللي عامله لي سبسكرايب وكبرت القناة في وقت قليل قوي، تحياتي ليك وشكرا ليك. وانا من غيرك والله ما هعرف اعمل حاجه. فاتمنى منك استمرار الدعم ده، وتتاكد انك عامل اشتراك في القناه، سبسكرايب، وانك مفعل زر الجرس عشان يوصل لك فيديوهاتي اول باول. خش لي بقى في الموضوع على طول. والنهارده هنتكلم بلدي، النهارده هكلمك كاني قاعد معاك على القهوه. قوم اعمل لك حاجه اشربها يا اسطى، قوم اعمل لك حاجه اشربها، عشان الكلام هياخدنا وهنتكلم في مليون حاجه والكلام هيبقى عشوائي. انا لا مرتب ولا محضر، انا جالي فكره الفيديو وبعض الحاجات، بعض العناوين كده، الهايلايتس عامه اللي عايز اتكلم فيها، عشان اعرف المشجع الزملكاوي ايه الاخطاء اللي احنا بنرتكبها في الفتره الاخيره بتخسرنا بطوله الدوري ونتفاداها، عشان احنا على الاقل نكون عامل مساعد لنادي الزمالك عشان يحقق بطوله الدوري السنه دي. مبدئيا في حكمه عظيمه نقدر نبدا بيها كلامنا. الحكمه العظيمه دي بتقول ايه؟ الغباء مش انك ترتكب تصرف خاطئ، لا خالص. الغباء هو انك ترتكب نفس التصرفات الخاطئه كل مره وتنتظر نتائج مختلفه. يعني ان انت كل مره بتعمل نفس الحاجه ومستني نتيجه مختلفه. وهنا بقى هبتدي كلامي على موضوع الجماهير. الجماهير اللي هم ممكن نقسمهم لفئات، في جماهير موجوده على السوشيال ميديا وفي جماهير المدرج. مطلوب مننا في الفترة الجاية الدعم ثم الدعم ثم الدعم لأي عنصر موجود في المنظومة، حتى لو انت عارف ان العنصر ده مقصر. مجلس الإدارة، ادعم مجلس الإدارة. انا عارف ان انت هتدعمه على مضض، هتدعمه بالعافية، هتدعمه وانت بتجز على اسنانك، بس لازم تدعم مجلس الإدارة لان هو المسؤول حاليا عن نادي الزمالك. لازم تدعمه عشان يكمل في مشواره، وبرضه يكون عامل مساعد لاستقرار الفرقة، لان الاستقرار في الفترة الجاية مهم جدا جدا جدا. ادعم مجلس الإدارة عشان يبتدي يعمل تحفيزات ويدفع مكافآت للعيبة، تخلي اللعيبة عندها دوافع زيادة عن الدوافع اللي موجودة والدوافع اللي اتولدت في الفرقة في الفترة الأخيرة. ادعم جون إدوارد، الراجل اللي تجربته بنسبة كبيرة بدأت يبقى ليها ملامح ناجحة أو ملامح فاشلة. في ملامح عامة بتأكد إن جون إدوارد ده اشتغل صح. في لعيبه كتير تألقت مع نادي الزمالك. جون ادوارد دخل فلوس لنادي الزمالك ببيع لعيبه كان صعب جدا انك تخرجها من نادي الزمالك. جون ادوارد اللي جدد لمحمد السيد، جون ادوارد اللي بيدفع فلوس مكافآت للعيبه، جون ادوارد اللي بيحل مشاكل كتير موجوده في نادي الزمالك سببها مجلس الاداره. فادعم جون ادوارد، ادعم اللعيبه، حتى لو عندك لعيبه انت على خلاف معاها سواء على مستواها الفني او على اي موقف عمله اللاعب قبل كده.
ادعم محمد صبحي، ما ينفعش انك تنتقد محمد صبحي. ادعم عواد واطلب ان عواد يرجع، لان عواد انا محتاجه الفتره الجايه، محتاج وجود محمد عواد، ومحتاج الحاله اللي شفتها بين صبحي وعواد، بين صبحي والمهدي سليمان، الاقي عواد بيخش معاهم والثلاثه يكونوا عايزين مصلحه الفرقه رقم واحد. زي ما اتفرجت امبارح على فيديوهات كتير اللعيبه وهي بره، اللعيبه اللي كانت على الدكه. يعني شفت فيديوهين لسيف الدين الجزيري اللي طبعا انت عارف انه صعب جدا في ظل تالق ناصر منسي وفي ظل ان عدي الدباغ هو هداف الدوري. سيف الدين الجزيري ده صعب انه يكون موجود في الفرقه، وصعب انه يشارك بشكل اساسي، ومعظم جمهور الزمالك مقتنع ان سيف الدين الجزيري لازم يمشي بقى من نادي الزمالك. الراجل امبارح واقف على الخط بيتكلم مع عدي الدباغ، على الرغم ان ده اللي بينافسه على المركز بتاعه، بيقول له ركز يا عدي وهتسجل يا عدي. سيف الدين الجزيري برضو كان في لقطه من اللقطات بيتكلم مع محمد صبحي، وبيقول له صبحي ما تضيعش وقت في مباراه بيراميدز، لان لسه بدري، قوم يا صبحي وما تضيعش وقت دلوقتي. الحاجات دي، التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتجيب بطوله. فلازم انت تكون بتدعم الكلام ده، لازم انت تبروز الكلام ده، لازم انت تحسس اللعيبه بتاعت الفرقه اللي موجوده عندك دلوقتي انتوا احسن لعيبه في مصر، انتوا احسن لعيبه في مصر. حتى لو انت مقتنع ان هم مش احسن لعيبه في مصر، حتى لو انت مقتنع ان في لعيبه في فرق تانية عندها امكانيات اعلى منهم، لازم يوصل لهم عامه ان المشجع واثق فيهم. وفي نفس الوقت هي شعرايه بين ايه وايه؟ شعرايه بين الدعم عشان اوصل لنقطه نجاح معينه، وشعرايه بين الدعم المطلق ان انا بدعم وخلاص. لا، انت ممكن تنتقد، ولكن الفتره الحاليه ما تستحملش انتقادات، حتى لو حصل اخفاق في الفتره الجايه. الزمالك الفتره الجايه لو جينا نبص بقى على ترتيب الدوري، الزمالك عنده مباراتين. الزمالك عنده الاتحاد السكندري يوم الجمعه الجايه، وعنده بعديها مباراه انبي. الماتشين اصعب من بعض. الاتحاد فاق في الفتره الاخيره، وانبي عامل موسم متميز قوي مع الكابتن حمزه الجمل. وزي ما كنت كلمتك، انبي من الفرق اللي هددت بيراميدز في الماتش بتاعه، وكان يستحق على الاقل ان هو يتعادل مع بيراميدز، فرقه كويسه. وفرقه الاتحاد بعد الصفقات اللي عملوها، وعبد الرحمن مجدي ومحمد مجدي قفشه، والروح اللي بقى فيها الاتحاد، وان الاتحاد بيلعب ماتشاته كلها انه عايز يهرب من مناطق الهبوط، ده مخلي الاتحاد شكله مميز في الفتره الاخيره. ماتشين صعبين، 6 نقاط يفرقوا معاك. انت امبارح كسبت بيراميدز، ده اللي هينقلنا بقى لنقطه ايه؟ الجدول. انت كسبت بيراميدز، فاضل لك ماتشين ب6 نقط، والاهلي فاضل له ماتشين ب6 نقط، وبيراميدز فاضل له ماتشين ب6 نقط. كنسل سيراميكا، لان سيراميكا خلاص، انت الفرق بينك وبين سيراميكا دلوقتي 3 نقاط، وليك ماتش زياده عن سيراميكا اللي هو ماتش انبي اللي كان متاجل. وفي نفس الوقت انت عندك مواجهه مباشره مع سيراميكا في الدور الثاني، فانت لو كسبت سيراميكا في الدور الثاني، انت الفرق بينك وبين سيراميكا 9 نقط. فكنسل لي سيراميكا ده خالص، خرجه بره الحسبه، لان كل الناس اصلا كانت عارفه ومتاكده ان سيراميكا ده مش هيكمل في المنافسه. منافستك دلوقتي مع مين؟ مع الاهلي ومع بيراميدز. انت فارق عن الاثنين دلوقتي بكام نقطه؟ ب3 نقاط. الاثنين هيلعبوك في الدور الثاني، ولكن المميز في الموضوع ان انت لو قدرت على اقل تقدير تكسب واحد فيهم وتتعادل مع واحد، بنسبه كبيره هتكون بطل الدوري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي فارق ب3 نقاط. فرضا ان انت الجوله الاولى هتلاعب بيراميدز، تمام، والجوله الثانيه هتلاعب الاهلي. بسرعها لك عشان نخلص من الماتشين دول. فرضا ان القرعه حددت لك انك هتلاعب بيراميدز وهتلاعب الاهلي، تكسب بيراميدز، بقى الفرق بينك وبين بيراميدز كام؟ 6 نقاط، ومش هيلعبك تاني، فخلاص مفيش مواجهه مباشره بينك وبين بيراميدز. فانت تفوقت على بيراميدز ب6 نقاط، وهم اصلا 6 ماتشات. على الناحيه الثانيه الاهلي هيكسب، وانا عايز اقول لك ان الاهلي بعيدا عن ماتشات الزمالك وبيراميدز، وبيراميدز بعيدا عن ماتشات الزمالك والاهلي، والزمالك بعيدا عن ماتشات بيراميدز والاهلي، صعب جدا ان فرقه من الثلاث فرق دول يوقعوا نقطه، صعب جدا. فانت هتبقى فارق عن بيراميدز 6 نقاط لو تفوقت على بيراميدز في ماتش الدور الثاني، وده سهل جدا انك تعمله، لانك بتعرف تتفوق على امبارح انت مسكت بيراميدز، نفضت بيه الملعب. امبارح انت اديت بيراميدز علقه كوره، امبارح الماتش يخلص 6 للزمالك، فتقدر تكسب بيراميدز. هيبقى الكلام كله في ماتش الاهلي، فانت محتاج في ماتش الاهلي على اقل تقدير ما تخسرش، يعني تتعادل. ده هيكون مفيد جدا ليك، لانك هتحافظ على الفرق اللي بينك وبينه اللي هو ال3 نقاط. وفي نفس الوقت لما هو يلاعب بيراميدز، لما هو يلاعب بيراميدز، انت هتبقى بتلاعب فريق تاني، ففي واحد فيهم واقع، فانت هتستفيد من فرق النقاط اللي انت لازم تحافظ عليه قبل نهايه الدور الاول. فالموضوع يبان صعب، ولكن انت ال3 نقاط دول لازم تقاتل عليهم في ال 180 دقيقه الجايين بتوع انبي والاتحاد. ما ينفعش تسقط نقطه. ده بالنسبه لمشوارك وحساباتك في بطوله الدوري. نرجع للنقطه اللي انا برضو سرحت فيها،
نقطه انت كمشجع تتعامل ازاي. معظم الجماهير دلوقتي فرحانه وده طبيعي جدا، معظم الجماهير مبسوطه وده طبيعي جدا، معظم الجماهير بتدعم وده طبيعي جدا، ولكن لازم الموضوع ده يكون بحدود. انت ما عملتش حاجه، زي ما انا كاتب لك في عنوان الفيديو احنا لسه ما عملناش حاجه. انت لو جيت بصيت على الموسم ده، لا انت الموسم ده موسم كارثي. ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. مبدئيا انت بتلعب كونفدراليه وده مضايق جمهور الزمالك جدا جدا جدا، فانت لازم على اقل تقدير ان انت الموسم الجاي تكون موجود في دوري الابطال. حلو حلو. تاني حاجه، انت خسرت بطوله السوبر من النادي الاهلي، فاذا في بطوله وقعت منك. تاني حاجه، تالت حاجه، انت خسرت بطوله كاس عاصمه مصر، مش مهمه اركنها. انت خسرت بطوله كاس مصر، اذا انت ما فاضلكش غير الدوري والكونفدراليه. انت لا حققت دوري ولا حققت كونفدراليه، فالاحتفالات الزياده او المبالغ فيها مش مطلوبه. ما تحسسش اللعيبه ان هم عملوا حاجه مش طبيعيه، لا هو الطبيعي اصلا الزمالك بينافس، الطبيعي ان الزمالك حتى لو بيلعب بالناشئين هو بينافس على الدوري، الطبيعي ان الزمالك مكانه في دوري ابطال افريقيا، الطبيعي ان الزمالك هو المنافس الاول والمباشر على بطوله الدوري. ده طبيعي. احنا نفرح عشان الزمالك عدى بظروف صعبه في مشواره في الموسم ده، لكن في نفس الوقت الموضوع ما يبقاش اوفر. الاعجاز الحقيقي والاستثناء الحقيقي لما الاقي الزمالك في نهايه الموسم بطلا للدوري، ده الدوري الاعجازي. لكن ما فيش حاجه اسمها التصدر الاعجازي. هو اعجاز انك بتنافس، اعجاز بالنسبه للمشاكل والظروف وفكره المنافسين واستقرارهم والفلوس اللي عندهم والميركاتو بتاعهم وما الى اخره، الاسطوانه اللي انت حافظها. بس ما ينفعش ان انت تفخم من الموضوع قوي، ما ينفعش تسمع لهم، لان خلي بالك في عمليه تنويم بتحصل من الاعلام الرياضي في الفتره الاخيره، وهو التمجيد فيما يفعله نادي الزمالك. انا مش طالب منك ده، انا هعمل ده، انا كفيل بده وهوصل لمرحله ان انا عارف ايه الحد بتاعي من الدعم عشان الموضوع ما يأفورش مني. لكن الاعلام عامه الرياضي، الاهلي لازم يحاول يلعب كوره زي الزمالك. بيراميدز ما بيعرفش يكسب الزمالك استثنائي، الزمالك اعجازي. انا مش عايز اسمع ده من الاعلام. ليه؟ لان الاعلام صوتهم اقرب للعيبه مني، الاعلام صوتهم اقرب. يعني مثلا الاستاذ الكابتن ابراهيم عبد الجواد او الكابتن ابراهيم فايق او الكابتن سيف زاهر او الكابتن مهيب عبد الهادي، ايا كان الاعلامي اللي بيتكلم عن نادي الزمالك صوته اقرب للعيبه مني انا. فلما كل الاعلاميين ماشيين في نغمه واحده، الزمالك الاعجازي، الزمالك الاستثنائي، انا كلاعب انا حاسس ان انا عملت انجاز، فطبيعي ان انا ههمت شويه، فلاقي نفسي بخسر نقطه في 2 في 3 ماتش اخسره، كل سنه وانت طيب بقيت مركز ثالث او مركز رابع، يبقى انا ما عملتش حاجه. يبقى هم نيموني وادوني مخدر وخلوني ننه، فالاهلي وبيراميدز يسبقوني، يبقى الموسم ده شبه الموسم اللي فات بالظبط، والاقي نفسي خرجت من الكونفدراليه زي الموسم اللي فات. انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ ما تكبرش الموضوع، ما تفخمش الموضوع، ما تسمعش. انت مجد. يعني مثلا امبارح ماتش بيراميدز، كسبنا بيراميدز في مباراه مع المنافس المباشر على البطوله، طبيعي جدا طبيعي جدا هقوم ادغدغ الدنيا، بس لحد اما انام واصحى كل سنه وانت طيب، اقفل ابص على الاتحاد يوم الجمعه. وبالمناسبه اللي يقدر يروح ماتش الاتحاد لازم تروحوا يا جدعان، روح واملى المدرجات واعمل دعم مش طبيعي في المدرجات. خلاص انت ماتش بيراميدز ما كانش فيه الشباب اللي بتنظم الهتافات، باذن الله ماتش الاتحاد هيكون فيه ملحمه تشجيعيه، وجمهور الزمالك اللي في المدرج عليه عامل كبير قوي 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 في تتويج الزمالك بالدوري، خصوصا في الماتشات بتاعه الدور الثاني. ماتشات الدور الثاني ماتشات كؤوس، ماتشات نوك اوت، اللي هيخسر ماتش هيطلع بره المنافسه، محدش هيسمع عليك. خلاص الفكره كلها ان انت وصلت لمرحله فرقت ب3 نقط، هما الاثنين اللي مضغوطين بيراميدز والاهلي، اللي هيطب فيهم هيكر وهيروح بعيد. انت مستني واحد منهم بس يتعثر ماتش كمان في الماتشين اللي فاضلين، ماتش كمان وتفرق انت ب5-6 نقط. كل سنه وانت طيب، هتخش الدور الثاني معنويات في السماء، وفي نفس الوقت ماتشات كؤوس تنزل تلعب ال6 ماتشات، اضرب في 90 دقيقه 6 ماتشات ب 18 نقطه، لو خدت منهم 15 نقطه انت بطل الدوري. فالموضوع سهل، بس في نفس الوقت النقطه الاهم اللي بكلمك عليها، ما تفخمش. ما عملناش حاجه، بتحتفل على ايه؟ احتفل للمباراه، سقف للعيبتك، سقف للكابتن معتمد جمال، سقف لجون ادوارد، سقف لرموز النادي اللي بيدعموا النادي في الفتره. وعلى فكره رموز النادي برضو ابناء النادي، حلو الفتره الاخيره اللي انا شايفه منكم، بس كنت اتمنى ان انا اشوف منكم ده والزمالك بيخسر برضو. يعني لما اشوف امبارح مثلا شيكابالا بيدعم خوان بزيرة،
واشوف الكابتن خالد الغندور في المدرجات. كابتن خالد الغندور بالمناسبه اللي كان في قناه اون سبورت في بدايه الموسم قال لك الزمالك مش هيعمل حاجه المنافسه بين الاهلي وبيراميدز، ولكن كان فرحان امبارح لانه في الاول وفي الاخر زملكاوي، مش هزايد عليه. بس كان نفسي دايما اشوف رموز النادي دول او اولاد النادي في المحنه قبل الفرحه، مش بقى الدنيا اوليه اوليه زمالك فكلنا بقى ايه يلا نستفيد عامه من ان احنا زملكاوي اولاد النادي. احمد حسام ميدو نفس الكلام، بقى له يومين ثلاثه كده على السوشيال ميديا فرحان بالزمالك وبيدعم الزمالك. كل ده جميل، عليكم دور كبير قوي في الفتره الجايه، ولما الزمالك يقع اتمنى ان انت تعمل نفس اللي انت بتعمله لما الزمالك بيكسب. اتمنى ان انت تعمل نفس اللي انت بتعمله لما الزمالك بيكسب. ما تعمليش ده وانا بكسب، انا عايزك وانا بخسر اكتر من وانا بكسب، لان وانا بكسب انا قادر اتعامل كجمهور، لكن وانا بخسر انا محتاجك، محتاج دعمك، محتاج كلامك مع الفرقه، محتاج كلامك مع اللعيبه الصغيره اللي شايل الفرقه، محتاج كلامك على السوشيال ميديا، محتاج كلامك في الاعلام، محتاج ضغطك على المنافسين. مش محتاج منك مرهمه، مش محتاج منك ان انت تنيمني ننه. فما تسمعش للاعلام، لان الاعلام ممكن يكون ده توجه عنده عشان يخدر لعيبه الزمالك بشكل ما. تلاقي اللعيبه خلاص نازله الملعب انا بطل الدوري، الجماهير عماله تحتفل على السوشيال ميديا، الاعلام كله بيفخم فينا، خلاص احنا حققنا انجاز. لا انت ما عملتش حاجه يا ابني. انت الموسم ده اصلا لو ما حققتش بطوله من الاثنين هو موسم كارثي. فانت عندك سويتشاه في الموسم اللي هي بطوله الدوري، تحقيقك ليها يخلي الموسم اعجازي. انت متخيل بطوله الدوري دي تعمل ايه؟ على اقل تقدير، على اقل تقدير ان انت هتنافس على الدوري لحد اخر مباراتين او اخر مباراه، تفضل مجعبت في المنافسه عشان تضمن على الاقل المركز الثاني، وانك تكون موجود في دوري الابطال الموسم الجاي. لان في حاجه اصلا انا والله ما فاهمها، وعايز لو في حد بيفهم في اللوائح والقوانين بتاعه الاتحاد الافريقي يشرح لي. دلوقتي احنا عندنا حاله ممكن تحصل، هنخلي المثال بتاعنا مثلا على الاهلي. فرضا ان النادي الاهلي قدر يكسب بطوله دوري الابطال السنه دي، وجينا نبص على جدول ترتيب الدوري، بيراميدز الاول والزمالك الثاني مثلا، فايه اللي هيتم ساعتها الموسم الجاي؟ مين هيروح بطوله دوري الابطال؟ الاهلي كده كده بما انه بطل الدوري هيحجز مكان اساسي في البطوله. بيراميدز هو بطل الدوري فطبيعي هيكون موجود في البطوله. التاني بقى ده هيروح ازاي؟ واصلا لوائح الاتحاد الافريقي بتمنع ان دوله واحده يطلع منها 3 فرق لنفس البطوله. فلو في حد فاهم في الحته دي يشرح لي، هل الثلاثه هيروحوا؟ يعني هل هيتعمل استثناء والثلاثه يروحوا، ولا بطل دوري ابطال اللي هو الاهلي مش هيروح لانه ما قدرش يحقق مركز مؤهل في البطوله المحليه لبطوله دوري الابطال، ولا الثاني هيروح كونفدراليه؟ معرفش. دي حاله انا بقعد افكر فيها كتير، وسالت شات جي بي تي، قعدت مع شات جي بي تي، كل لما اقول له حاجه يقول لي انت صح. يعني اقول له هل بيراميدز والزمالك هم اللي هيروحوا والاهلي مش هيروح؟ يقول لي اه. طب اقول له ازاي والاهلي؟ يقول لي لا ما الاهلي هو اللي هيروح الزمالك مش هيروح. فيعني عايز حد يكون فاهم في اللوائح والقوانين ياكد لي على المعلومه، مين اللي هيروح في حاله ان بطل دوري ابطال افريقيا واحد من الاهلي او بيراميدز، لان الاثنين بينافسوا على البطوله والاثنين هم الاقرب للبطوله اصلا، وان اللي هيكسب منهم البطوله دول ما حققش مركز مؤهل في بطوله الدوري. فيا عزيزي الزملكاوي الجميل العزيز اللي انا بحبك جدا، اللي انا بحبك جدا اقسم بالله، رزمن ما تخليش حد يشتغلك. رزمن ما تخليش حد يشتغلك. خش في ديبيت مع الاهلاوي وقول له انا احسن منك، انا بلعب كوره احسن منك، انت فرقه المليار، انت فرقه البلالين، انت خطفت لعيبتي وبيراميدز معاه لعيبتي وانتوا الاثنين مش قادرين، يعني انتوا الاثنين مش قادرين تخرجوني بره المنافسه. يعني لو جيت بصيت على لعيبه الاهلي هتلاقي لعيبه الزمالك اصلا من 4 سنين، جيت بصيت على لعيبه بيراميدز هتلاقي لعيبه الزمالك من 2 سنين، والزمالك بقى اللي هو الزمالك دلوقتي هو اللي بينافس على الدوري. تعالى لي بقى خش لي على قصه اللعيبه تتعامل ازاي. مبدئيا انت كلاعب الطبيعي والمنطقي انك تكون على وعي وعلى درايه باللي انا عمال اتكلم فيه وبهاتي فيه بقالي مثلا سكه اسبوع. هتحفر اسمك بذهب في تاريخ نادي الزمالك. الفتره الاخيره في استقرار، ما عندكش اي مشكله، في استقرار، خدت مستحقاتك، في استقرار في المكافآت. جون ادوارد طلع مكافآت للعيبه، ومستر ممدوح عباس برضو اللي عامل حاجات والله العظيم 3 في الديره ما حدش يعرف عنها حاجه، هي اللي موقفه نادي الزمالك على نص رجل. فاضل لك حاجه واحده بس، يعني والله العظيم نفسي الفيديو ده يوصل للاستاذ ممدوح عباس، لو تعملها وتجدد لحسام عبد المجيد، يعني دي هتفوقنا قوي وهتفوقك انت كمان، لان مستر ممدوح عباس هو زملكاوي شبهنا. التجديد لحسام عبد المجيد في المرحله الجايه مهم جدا جدا جدا. اقنعه زي ما تقنعه، اقنعه انه هيحترف بعد كاس العالم، وده اللي بيعمله جون ادوارد بالمناسبه.
اقنعه زي ما تقنعه حسام عبد المجيد لازم يكمل معاك، لازم يجدد معاك عشان تستفيد منه ماديا. استفيد بقى من لعيبتك، استفيد من سكوادك. عواد لازم يرجع، لازم يرجع. انا شفت حماسه امبارح في المدرجات، وهو كل فتره كده بينزل مثلا حاجه زي اعتذار للكابتن معتمد جمال. لازم يرجع ولازم يخش في روح الفريق. عواد ده واحد من كباتن الفرقه، كباتن الفرقه. الكابتن عمر جابر، الكابتن محمود حمدي الونش، الكابتن احمد فتوح، الكابتن محمد عواد دوركم كبير قوي، الكابتن عبد الله السعيد دوركم كبير قوي 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 في المرحله الجايه. دوركم كبير قوي، وخصوصا بقى عمر جابر وفتوح والونش. دوركم كبير قوي انك توصل للعيبه يا جماعه احنا بنلعب عشان خاطر الجمهور، احنا بنلعب عشان خاطر كيان كبير اسمه نادي الزمالك. ده هيفرق معانا قوي في كاريرنا، ده هيفرق معانا قوي في السي في بتاعنا، ده هيفرق معانا قوي لو حققنا الدوري السنه دي. ده دور الكباتن. اما بالنسبه للعيبه زي ما قلت لك، اللعيبه بقى اللي هي مين؟ محترفين: محبوب بن تايج، خوان بتزيرة، شيكو بنزا، عدي الدباغ، ادم كايد. الخماسي دول مع سيف الدين الجزيري طبعا، الخماسي دول او السداسي دول لازم يكونوا على درايه برضو ان انت قيمتك التسويقيه بتعلى كل ما بتحقق حاجه صعبه. قيمتك التسويقيه وعقدك ممكن يزيد كل ما بتعمل حاجه صعبه. كل ما بتحقق لي حاجه انا بفضل اطالب انك تكون موجود في النادي، بفضل اطالب انك تكمل في النادي، بفضل اطالب ان محدش يقرب منك ومحدش يفكر انه يبيعك، فتبقى من افضل المحترفين في تاريخ النادي. اللعيبه الصغيره، اللعيبه الصغيره امثال محمد ابراهيم والخضري والسيد اسامه ومحمد السيد وايمن امير عبد العزيز، كل اللعيبه الصغيره، كل اللعيبه الصغيره، واحمد عبد الرحيم ايشو وسيف فاروق جعفر اللي معرفش راح فين. دوركم برضو مهم جدا، دوركم مهم جدا في التدريبات، دوركم مهم جدا على الدكه، دوركم مهم جدا في النوش بتاع الماتشات. قلت لك بطوله الدوري والماتشات اللي هي بتاعت الاهلي وبيراميدز مش كوره بس. انا كل ده ما كلمتكش في كوره، يعني انا كل التلت ساعه اللي بتكلم فيها دي انا ما جيتش ناحيه الكوره، ما جيتش ناحيه الفنيات. بكلمك على ازاي تكسب دوري بره الملعب. دورك كبير قوي في الحاله اللي تعملها مع الجماهير، دورك كبير قوي في التراك بتاع الملعب، دورك كبير في الضغط على الحكم المساعد والضغط على حكم الساحه، دورك كبير في الضغط على الجهاز الفني للفرقه المنافسه، دورك كبير في الضغط على اللعيبه اللي موجوده في الفرقه المنافسه ايا كانت هي مين، ايا كانت هي مين. لو انت مالكش دور في الملعب اخلق لنفسك دور بره الملعب. الكابتن معتمد جمال، انت كده كده اصلا حاسس بدورك. انا ما اقدرش اقول لك دورك ايه. انت راجل الضغط عليك كبير جدا وده بيبقى واضح عليك بعد كل مباراه. انت راجل وصلت لمرحله محترمه جدا مع نادي الزمالك باذن الله. انا عايز اصلا يعني اعتذر للكابتن معتمد جمال ان انا كنت بشكك فيه، بس هو المعطيات ما كانتش بتقول ان كل ده هيحصل. ما كانتش بتقول ان الكابتن معتمد جمال هيجي في الدوري يكسب 6 ماتشات ويتصدر فرق 3 نقط عن الزمالك وعن الاهلي وبيراميدز. عمر المعطيات ما كانت بتقول كده، فكنت بطالب بمدير فني اجنبي. ولكن انا شايف ان مدير فني حرفيا بيدرب بكارنيه النادي، يعني بيدرب بكارنيه نادي الزمالك، معهوش شهاده تدريبيه اصلا. بينافس مين بقى؟ بينافس يوريتشيتش اللي بياخد ملايين الجنيهات او الاف الدولارات، وبينافس الدنماركي السباك يسترب اللي برضه بياخد ملايين الجنيهات والاف الدولارات في الشهر. فده لازم يتعمل له عقد محترم، لازم يتعمل له عقد محترم. حتى لو انت البلان بتاعتك قدام انك تجيب مدير فني اجنبي، ده لازم يفضل مكمل، ده لازم يفضل مكمل على اللي عمله الفتره الاخيره. عمل لك سكواد من مفيش، عمل لك سكواد من هلاك، عمل لك سكواد من رماد. نيجي بقى للحته الفنيه. الحته الفنيه بتقول ان انت لازم تثبت التشكيله في الفتره الجايه. وخلي بالك ان انا مش هقدر اعلي على الكابتن معتمد جمال في اي حاجه في الحته الفنيه، لان انا ما بحسش بفرق ايا كان مين بيغيب. يعني انا بعد غياب محمود حمدي الونش قلت ربنا يستر ان محمد اسماعيل بعد ما كان بيلعب في نص الملعب يرجع يلعب جنب حسام. عملوا ثنائيه اقوى من ثنائيه حسام عبد المجيد والونش، وده ظهر امبارح في مباراه بيراميدز. لازم تثبت التشكيله بشكل كبير جدا في الفتره الجايه. ولازم بقى ماتشاتك في الدوري ركز معايا، بعيدا عن ماتشات الاهلي وبيراميدز، دي ماتشات 50-50، دي ماتشات ظروف الماتش دايما هي اللي بتخلي النتيجه يعني هي اكبر عامل بيأثر على نتيجه المباراه. ظروف الماتش من البدايه، ماتش ممكن تكسبه بالصدفه، ماتش تكسبه بضربه جزاء، ماتش تكسبه عامه بهجمه مرتده. ماتشات الاهلي وبيراميدز دي كده بكلمك على باقي الماتشات، انبي والاتحاد، وعندك بعد كده سيراميكا كيلوباترا والمصري، وهنفترض ان معاهم زد والبنك الاهلي ووادي دجله، ايا كان مين اللي هيكون معاك. الماتشات دي تحاول على قد ما تقدر، هم 90 دقيقه بتنزل، لازم انت اللي تبادر بالتسجيل.
يعني بتضغط على لعيبتك في بدايه المباراه ان هم لازم ينزلوا كل مباراه يريحوا نفسيهم، مش هتلحق تاخد نفسك اصلا في الدور الثاني. ده زائد بقى المشاركات الافريقيه لما ان شاء الله تعدي اوتوهو وتوصل لنصف النهائي، الله اعلم هتلاعب المصري ولا هتلاعب شباب بلوزداد، فهيبقى عندك ضغط مباريات. فلازم ماتشات الدوري تتعامل معاها بذكاء، تقسيم رتم المباراه، ان اول تلت ساعه او اول نص ساعه ضغط عالي على الفرقه اللي قدامك، تبلعها كوره، تبلعها كوره وتحاول تسجل جول واثنين وتريح نفسك، تضمن الثلاث نقط، وبعد كده تهوي على ودانك، تقعد تهوي على ودانك طول الماتش. ما تعقربش الماتشات عليك مهما كان قوه الفرقه اللي قدامك، انت قادر على انك تكسب الثمان ماتشات، قادر على انك تكسب الثمان ماتشات اللي فاضل لك في الدوري وتحقق كل النقط الممكنه. الثمان ماتشات تكسبهم انت بطل دوري، 8 ماتشات تكسبهم انت بطل دوري. فانت بقى انت وذوقك يا كابتن معتمد يعني، لان انا فنيا لا، في حاجات بتحصل في نادي الزمالك انا اصلا بقعد اعلق على التشكيله وبقعد اعمل فيها محنك وبقعد اعمل فيها محلل فني، وده لازم يلعب وده لازم يلعب، والراجل ناجح، ما اقدرش افتح بقي، ما اقدرش افتح بقي اما اجي اقول شحاته ليه بيلعب 6 وما بيبداش باحمد ربيع. هو اضرب الفرقه، هو اضرب مستوى لعيبته، هو اضرب مين هيفيده في الفتره دي. بنشوف قصور فنيه في بعض الماتشات، لكن في المجمل هو بيكسب. فالكابتن معتمد جمال دورك كبير قوي في فكره فصل الفرقه عن الاحتفالات وعن الهيلمان اللي بيحصل بره الملعب، والزمالك الاعجازي والزمالك الاستثنائي، وتفهم اللعيبه ان هم ما عملوش اي حاجه، لسه الانجاز ما حصلش، لسه الانجاز ما حصلش. الجمهور مش هيفرح لما تيجي في نهايه الموسم الاقيك برضه ثالث دوري وخسران كونفدراليه، وده وارد انه يحصل، وتطلع بموسم صفر ويبقى كل سنه وانت طيب. كل اللي احنا بنعمله ده في الهلك. انا فرحان ان انت حاطط نفسك في المنافسه ومكدب نظريه كل من قلل او عمل عمليه تقليل للزمالك قبل بدايه الموسم، قال لك الزمالك مش هينافس. والنقطه بقى الاهم، سيبك من الاهلاويه، انت كمشجع زملكاوي انا بكلمك انت دلوقتي، سيبك من الاهلاويه، اركنهم دلوقتي خالص، كلامهم والله العظيم 3 لا هيقدم ولا هيأخر. انت لو عايز تهتم بكلام الاهلاويه انت ممكن تغش منه حاجه، بص على كلامهم وبص على كومنتاتهم وبص عليهم في الشارع، وبص على اصحابك الاهلاويه بيتعاملوا ازاي في الوضع الحالي. دلوقتي في الوضع الحالي هو كورته سيئه جدا، معاه مدير فني سباك، لعيبه كلها بره الفورمه، ما عندوش غير محمود حسن تريزيجيه اللي مفوق له الفرقه، حتى امام عاشور بنسبه كبيره هيمشي الموسم الجاي، احمد السيد زيزو مستواه سيء، بن شرقي ضايع معاهم، بالرمضان مش شايف، ما عندهمش حاليا غير تريزيجيه وبالعمري هم اللي ماسكين مستوى، ومروان عطيه ومصطفى شوبير طبعا. عندهم مشاكل كتير جدا فنيه، ولكن هو كمشجع ينتقد الاداره وينتقد اللعيبه وينتقد المقصر، ويقول اداره فاشله، ويقول لعيبه ملهاش لازمه، ويقول نجوم مش عارف ايه، ويقول اللعيبه اللي بتطلع في الاعلانات، ويقول اللعيبه دي مش هتحقق حاجه، واللعيبه دي ما عندهاش ريحه الدم. بص بيعمل كل ده بيعمله، ولكن في نفس الوقت الدوري كده كده في الجزيره. غش منه انت دي بقى، انت غش منه دي. هو منين ما بيكسب ماتش صعب يعني، انت مثلا شفت جمهور الاهلي في الوقت الحالي بيحتفل ببطوله السوبر، عند بطوله السوبر دي كسبها الاهلي على حساب الزمالك بجون بن شرقي وتألق زيزو، هل في حد فيهم بيجيب سيره بطوله السوبر؟ لا، بطوله السوبر خلصت، اتقفلت، خلصنا، نركز في الدوري وفي افريقيا. انت حاول تغش منه دي، مش بقول لك نتعلم من حد، انت كده كده يا عم احسن حد في الدنيا، انت احسن جمهور في الدنيا، لكن الحته دي هو مميز فيها، على الرغم ان هو عارف ان فرقته ما تاخدش دوري، ولكن هو مصمم على فكره انا هرجع لك الروح بالعافيه، انا هرجع لك الشغف بالعافيه، انا هرجع لك روح شخصيه النادي الاهلي بالعافيه. فاللعيبه كل ده بيوصل لها، ممكن ياثر بالسلب عليهم وهم كده كده زي ما بقول لك ضايعين، ولكن في نفس الوقت هو كعقليه مشجع بيتعامل صح، انه يجي يقول لي افرح زي ما تفرح، الدوري كده كده في الجزيره، وانا كده كده هكسبك الدور الثاني، حتى وهو عارف ان مستواه سيء، دي حاجه انت لازم تغشها منه، وتبقى عندك يقين ان كده كده الدوري في 100 عقبه. انا احسن كوره، انا احسن لعيبه، انا احسن استقرار فني في الوقت الحالي، انا احسن في حاجات كتيره قوي في الملعب، انا احسن في حضور جماهيري، انا احسن في دعم سوشيال ميديا، انا احسن في اعلام قناه نادي الزمالك وصوت الزمالك عاملين شغل محترم في الفتره الاخيره، انا احسن في حاجات كتيره قوي، فانا اللي استحق الدوري. غش منه دي، ما تبقاش بتكسب الماتش وتفضل عايز تقعد 3 4 ايام تحتفل بيه، لا غلط. 3 4 ايام دي تحتفل ببطوله، يا عم احتفل 3 4 شهور، خد الدوري واقعد احتفل 3 4 شهور. بس غش منه ان مع كل صفحه انت بتكتب فيها حاجه يا عم مميزه او بتكتب فيها نجاح، اقفل الصفحه دي وبص على اللي بعديها، خلاص ماتش بيراميدز خلص،
مش هقعد كل يوم اتكلم على ماتش بيراميدز وان الزمالك قدر يكسب بيراميدز اقوى سكواد في القاره، وقدر يكسب المدير الفني الاجنبي، وقدر يكسب بيراميدز بطل دوري ابطال. اركن بقى وبص على الاتحاد. خلاص الدوري ما فيهوش اصلا وقت ان انا اقعد ازقطط، وداخل على الكونفدراليه عندي ماتش في الكونغو، فلازم اقفل على صفحه الفوز والاحتفالات والانتصارات عشان ما يوصلش للعيبه ان هم حققوا حاجه. والله ما حققوا حاجه يا ابني. هترتكب، هو بقى الحكمه اللي انا كنت بقولها لك في الاول، هترتكب نفس الاخطاء وتستنى نتيجه مختلفه. طب ليه؟ فانت كجمهور على السوشيال ميديا، جمهور مدرج، جمهور شارع، كل دول انت عليك دور كبير جدا في تتويج نادي الزمالك ببطوله الدوري. وكده يعتبر انا كلمتك على كل العناصر اللي تقدر تاثر على نادي الزمالك في الفتره الجايه في تتويجه ببطوله الدوري. صدقني يا ابني، والله ومش تقليلا من نادي الزمالك خالص، لان انا ما اقدرش اقلل من نادي الزمالك، والله العظيم ثلاثه. بطوله الدوري السنه دي هتكون اغلى بطوله دوري في تاريخ نادي الزمالك، اغلى من بطوله فيريرا الثانيه على التوالي اللي خدها بيوسف اسامه نبيه، واللي خدها بسيف فاروق جعفر وحسام عبد المجيد، البطوله اللي كنا بنلعب بيها بالناشئين. البطوله دي هتكون بطوله صعبه قوي. وتخيل لو خدت البطوله وبيراميدز الثاني والاهلي الثالث وراح لعب كونفدراليه بالفرقه اللي هو عملها دي. نفسي تستغل مره في حياتك يا زمالك، تستغل الازمات اللي عنده، تستغل الازمات اللي عنده، تستغل المشاكل اللي عنده. صدر له مشاكل، اتكلم على مشاكله، بروز مشاكله زي ما هو بيعمل، زي ما اعلامه بيعمل، زي ما قناه الاهلي بتعمل. الدوري مش هتكسبه كرة بس، تبقى غلبان لو فاكر ان الدوري هتكسبه كرة بس. الدوري فيه تفاصيل ابعد ما تكون عن الكوره بره الملعب تكسبك الدوري كل سنه اعلاميا وجماهيريا. بس كده، ما عنديش حاجه تانية اقولها. وباذن الله كامل التوفيق لنادي الزمالك في المرحله الجايه، كامل التوفيق لنادي الزمالك في ماتشه الصعب يوم الجمعه الجايه قدام الاتحاد السكندري، الماتش اللي في الجوله ال21 اخر جوله في الدور الاول. وبعد كده الزمالك هيلعب مع انبي الماتش اللي متاجل من الجوله ال14 تقريبا. 6 نقط مهمين قوي 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 قوي. انت عديت مرحله صعبه بانك تكسب بيراميدز، عندك ماتشين مرحله اقل صعوبه شويه من بيراميدز، ولكن صعوبتها في انها جايه في نهايه الدور، والحفاظ على الصداره والحفاظ على فرق ال3 نقاط وانتظار سقوط المنافسين. الفرقه الثانيه فيهم الاهلي او بيراميدز اللي هتوقع نقطه او هتتعادل ماتش او هتخسر ماتش بتسلمك الدوري على طبق من ذهب، بتقول لك اتفضل الدوري اهو. وزي ما قلت لك ماتشات الدور الثاني كل المطلوب منك انك تتعامل معاها على انها ماتشات كؤوس. وباذن الله كامل التوفيق لمنظومه نادي الزمالك في المرحله الجايه، فرقه الكوره بنادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك اللي اتمنى يعمل حاجه صح بقى في الفتره الجايه ويستغل توفيق ربنا اللي نجدنا الموسم ده. الجهاز الفني لنادي الزمالك بقياده الكابتن معتمد جمال والكابتن ابراهيم صلاح اللي برضه عامل شغل محترم، وحابب اشكره على الشغل اللي هو بيعمله مع الكابتن هو والكابتن معتمد جمال. لعيبه نادي الزمالك اللي برضه حابب اشكرهم على اللي هم بيقدموه الفتره الاخيره. ولكن كل ده انت لسه ما عملتش حاجه. الحاجه اللي تقدر تعملها عشان انا اتبسط منك واشيل جزمتك فوق دماغي، اعلق لك بورتريه جنب رونالدو، تلاقي بورتريه مثلا هنا شيكو بنزا، تلاقيني معلق شيكو بنزا جنب رونالدو، بورتريهات، وان انا اديك الكريدت بتاعك بالبطوله مش بالماتشات المتقطعه. حافظوا على فرق ال3 نقاط، قتلوا على بطوله الدوري. انتوا تستحقوا بطوله الدوري السنه دي للحاله اللي عملتها منظومه نادي الزمالك، لعيبه وجهاز فني وجمهور. وشكرا ليك يا ابني. تاني باكد وبكرر شكرا ليك على اللي بتعمله معايا الفتره الاخيره هنا على اليوتيوب. وان شاء الله استناني فيديو ما قبل مباراه الاتحاد السكندري، ده الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هنزله يوم الخميس. هنزل لك الفيديو ده يوم الخميس، وعايزك تتاكد لو كلامي عجبك اتاكد انك عامل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس. وسيب لي كومنتاتك ايجابيه او سلبيه زي ما قلتها وبكررها. كومنتاتك الايجابيه دي على دماغي، دي بتفرحني جدا وبتديني بوش او دفعه لقدام، وكومنتاتك السلبيه برضو بتديني بوش ودفعه لقدام لان انا بتعلم منها. وتاكد انك عامل سبسكرايب، اشتراك في القناه، ولو مش عامل لي فولو بقى على باقي المنصات تيك توك فيسبوك انستجرام، اكتب زموره في اي حته من الحتت دي في السيرش هيطلع لك الاكونت بتاعي. اتاكد انك عامل لي فولو هناك عشان في حاجات هناك بتنزل انت ممكن تكون مش على درايه بيها. وباذن الله كامل التوفيق لينا وكامل التوفيق لنادي الزمالك وكامل التوفيق لجمهور نادي الزمالك في المرحله الجايه، ويكون داعم قوي لنادي الزمالك ويقدر يخلي نادي الزمالك يكسب بطوله دوري هتكون هي الاغلى في تاريخ نادي الزمالك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.